هنيئا لك بالعراقية وهنيئا للعراقية باليمني. إلى جانبك دائما، كما حدث مع منير وهو شاب يمني مقيم في العراق قرر الارتباط بفتاة من أهالي بغداد وتقدم لخطبتها، ولكن لم يحضر أحد من أقاربه لظروف خاصة منعته من القدوم. ولكن وكما هو معتاد، العراقيون من أهالي المقدادية بديالى قاموا بالواجب وكانوا بمثابة الأهل والعائلة لهذا الشاب، فاجتمعوا والتموا حوله وسندوه وذهبوا معه مشاية لطلب يد الفتاة. هنيئا لك بالعراقية وهنيئا للعراقية باليمني. اي والله ابطال اليمن. اخوي يا مرحبا، عزيز وغالي، ربي يعزك. بالعراق بين اهلك وناسك. اخوي العزيز والله. احنا اخوتك ان شاء الله. يلا والنعم فيكم. وما قصروا وياك لا العراقيين؟ ما قصرت والله، على العين والراس. ابد؟ كافيين وافين كل العراقيين، تاج على الله العين والراس. يسلمك، الله صاروا اهل يخليك. الي. ان شاء الله اهلك والله. دوم. شيخ ابراهيم الذهب ما قصرتوا. اليوم ابارك الى اخوي العزيز من دولة اليمن، من صنعاء، الاخ منير عبد الله العبد الديب. اليوم خطبنا له مرة من محافظة بغداد. الف مبروك ان شاء الله. كان من اليمن الى العراق، ونبارك لك ولأهلك وبين ناسك وأهلك ونعمكم والله ما قصرتوا. أخوك الشيخ إبراهيم أحمد حسين عسل. الله يبارك فيكم، كافيين ووافين اخوي ابراهيم. ما قصروا وياك حاضر العراقيين. وموجود، سوى كل شيء وما قصروا باي شيء، صاروا الي اهل، وفزعه العراقيين ما تتكلم ما تنوصف والله.